سلام المسيح للكل. برنامج مريضا فزرتموني برنامج بيسدد احتياجات الناس بدقائق من الزمن. أسسته الأم ماجي خزام من سنتين تماما، معروف هو عند أغلبكم. هذا البرنامج بيجوا عليه ناس بيطلبوا مساعدة مادية غالبا لعمليات أو علاجات بملايين، يعني بمبالغ بدها ميزانيات كتير كبيرة. بيكونوا هدول الناس مجربين أبواب جمعيات خيرية، مجربين يطلبوا من كتير ناس بدون أي استجابة، ولكن قرعوا باب الرب يسوع المسيح ونالوا. والهدف الكبير من هالبرنامج مثل ما حكت أمنا ماجي هو إنه الناس تعرف إنه الرب يسوع المسيح وحده مسدد احتياج البشر. 3 لايفات يمكن طلعت وحدة مع أمنا ماجي خزام وعم تحكي وتشكي إنه هي عندها كتير أمراض، عندها كتير أوجاع، عندها حالة عصبية نفسية عقلية بتصيبها. بيؤدي هذا الشيء إنه هي بدها كتير علاج وما عم تعرف شو بقى. ابنها تاركها، أمها ميتة، بنتها ميتة. وحكت للأم ماجي خزام، هي طلبت بلسانها إنه أنا بدي علاج جذري لوضعي. فجاوبتها أمنا إنه بدك تتبعي ربنا يسوع المسيح إذا أنت فعلا عم تطلبي حل جذري. يعني أمنا ما أجت منها لحالها، هيك حكت لها. انا بدي لعلاجي حل جذري. بحس هون شيء عبدي هيك شيء بخنق لهون يعني بالزور ليطلع نفسي. مو انت بدي ايه علاج الجذري لهذا قلت لك الموضوع العصبي ايه النفسي انت فيه، هو الشافي الرب يسوع المسيح. بتروح هاي المرة تتحمس كتير على اللايف وبتشلح حجابها. يعني أنا بعرف لما أنت بتكوني بتتبعي دين المفروض يكون أغلى عليكي من هيك. اخترت يا حبيبتي، هذا الشي اللي صار أكيد 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 بده يحرك شيوخ كتار. بدهم يحسوا على هالفاجعة إنه امرأة مسلمة من عندهم من وراء احتياجها المادي اضطرت تشلح حجابها. يا حرام، يعني لهون واصل فيها الفقر والاحتياج إنه هي تطلع يعني على لايف تشلحه بدون ما حدا يطلب منها، بس لحتى إنه هي خلص بدها هالاحتياج علما إنه ما حدا طلب منها. الشيخ عمرو نور الدين كلكم صرتوا بتعرفوا انه ما بفوت ولا فرصة انه يشحد مصاري لما بيقرب من اسم الأم ماجي خزام، مكسب عيش. فطلع هو وبلش يحكي ويدعي انه هو وهديك اللي طلعت مع امنا انه رسل المسيح اخذوا منا المصاري، علما انه بايدها راحت عطت الطبيب المصاري وبايدها دفعت للعلاجات. كلام المسيح ابن ماري. هلا انا عند الدكتور وبدي ادفع له 450,000. هلا بدي احاسب الدكتورة بحق الدواء. حق الدواء 140,000، 50,000. لما بيحط هيك شيخ عم يتاجر بالدين تبرعوا لي لمجرد انه عم يقترب من مبشرة للرب مسيحية، بكل غباء عم تروحوا تتبرعوا له. توقعوا يضل عندكم مثل اللي طلعت مع أمنا بالمليارات فقراء ومحتاجين وعم يطرقوا باب الرب يسوع المسيح ليتسدد احتياجهم، لأنه أموالكم وأموال المسلمين عم ينصب عليكم من وراء واحد ومثله كتار عمرو نور الدين عم ياخدن ويحطن على ملذاته الشخصية. اليوم برنامج مريضا فزرتموني أكبر بكتير من أنه وحدة مثلي أنا تحكي عنه. هو ثماره للرب واضحة جدا، ولكن إذا أنتوا في شي بدكم تنتقدوه وتراجعوه فروحوا راجعوا إيمانا للي طلعت مع أمنا.